لو انا رسمت الشكل ده كده زي بيضاوي، بس مش هكمله للاخر علشان هاجي بيضاوي تاني من تحت كده يكون اكبر، يبقى ده شكل الوش اللي انا هرسمه. ادي علامة الزائد اللي انا دايما برسمها، وادي الحواجب. الخط اللي بالعرض برسم عليه العينين جنب بعض. ممكن انزل الجفن شوية بحيث ان هو يبقى يعني عينين عسانة كده شوية. ادي المناخير في النص، وادي البق. ادي الودان في نفس محاذاة العينين، نفس الخط اللي بالعرض. وادي الشعر. نعمل كده تانية كده للخدود. عظمة الدقن من تحت، يبقى كده الراجل ده وشه مقلبص شوية. تعالى نعمل بقى الجسم. لا، حاسس ان انا عايز ايه اعمل له كرش كده شوية، يعني مش هيبقى ايه مثلث قوي. وادي الدراع. وادي الرجلين. تفاصيل بقى الملابس زي مثلا ايه، يبقى ايه الياقة دي يبقى مثلا ده بزرارين بس فوق كده. ممكن نعمل تفصيلة كده للبلوفر بتاعه، نعمل له اي شكل مثلا مثلثات كده او اي حاجة عند البطن كده. ممكن ادي تأثير الصوف شوية. حاسس ان انا عاوز ادخن الدراع بحيث انه يبقى بلوفر، يعني ما يبقاش ماسك كده على جسمه. وادي الاستيك بتاع الدراع من تحت، وادي الاستيك بتاع الوسط. وادي الجيب بتاع البنطلون مثلا. طيب اول حاجة انا قسمت الوش عبارة عن شكل هندسي، اللي هو انا عملته ايه، بيضاوي وبيضاوي تاني اكبر منه من تحت، بحيث ان الشكل في الاخر لو انت قسمته من النص يبقى اليمين زي الشمال تقريبا، يعني تمام. هو يعني اي شكل هندسي احنا دايما بنشرحها في شكل هندسي بحيث ان احنا نسهل على الناس الموضوع. علامة الزائد اللي في النص دي دايما بقسم بيها الملامح، هتريحني جدا. حتى لو انا رسمت شكل هندسي بسيط جدا وليكن مربع، علامة الزائد دي بتريحني جدا. بعمل ايه، الخط اللي بالعرض برسم عليه العينين والمناخير في النص وادي البق، تمام. حتى لو انت ما بتعرفش ترسم ورسمت بالطريقه دي، انت كده مقبول جدا ان انت طالع من ايدك اهو، يعني شخصيه، انت بترسم شخصيه. اما بقى الحواجب فوق العينين. الودان في نفس محاذاة العينين، يعني الخط اللي بالعرض اهو يبقى هنا ودن وهنا ودن، وانت مغمض تعمل التقسيمه دي. وادي الشعر فوق، ايا كانت بقى التسريحه او شكل الشعر بتاع الشخص. طيب باجي مثلا لرسم العين، لازم تعرف ان العين عباره عن كوره بيضه وفي النص النني الاسود. النني الاسود في نص الكوره البيضه دي كوره، مش مسطح ابيض. العين مش مسطح ابيض، العين كوره بيضه. طيب شكل العين بقى، اذا كان منعوس، اذا كانت العين مبرقه، اذا كانت العين اي شكل الجفن هو اللي بيحددها. يعني انا لو عملت الجفن كده والجفن من تحت كده بقى ده شكل العين، لكن جوه الجفون العين كوره. فاللي باين لي ايه، الجزئيه دي بس. هنا طبعا الجفون مغطيه الدنيا دي كلها، وعندك بقى الرموش وعندك الدنيا دي كلها. فكل ما تنزل الجفن على النن العين هيديك احساس ايه، بانها نعسانه اكتر. يعني تعالى كده نجرب. ادي عينتين، دي عين ودي عين، تمام. يبقى ادي الجفن نازل على نن العين فيديك احساس بالنعوسه اكتر. وادي الحواجب علشان ايه نتخيل الموضوع اكتر. طيب باجي للمناخير. المناخير ليها اكتر من طريقه في الرسم بالنسبه لرسمنا البسيط ده، لكن احنا مش بنتكلم في كلام تشريحي خالص، مش بنتكلم في ثوابت. احنا بنتكلم في ان انا ازاي، ما انا بعرفش ارسم، ازاي اعرف اتصرف وارسم
المناخير. تعال نتخيل المناخير في النص عبارة عن كورة، وفي الأطراف عبارة عن نص دايرة ونص دايرة، وفي النص في العظمة بتاعت المناخير، وغمق كده فتحتين المناخير من تحت. دي بمنتهى البساطة. عاوز ترسم المناخير عبارة عن علامة استفهام مقلوبة، ده مقبول جدا في الرسم الكاريكاتير أو في الرسم البسيط اللي احنا بنرسمه. ممكن ترسمها حتى زي يعني نص شكل بيضاوي كده، أو ممكن تعملها شكل بيضاوي كده وتغمق فتحتين المناخير من تحت وشكرا. وده عندك العينين بمنتهى البساطة. طيب تعالوا نرسم البق اللي هنا. ممكن تعمله يا إما شرطة بس كده، وتاخد بس ايه شرطة صغيرة كمان تحتها بحيث انها تانية الشفة من تحت زي كده. حتى لو البق مفتوح بيبان طبعا منه الأسنان، وبنغمق بحيث ان الموضوع يبان ايه ان في عمق للبق، وبرضه تانية الشفة من تحت. لو هو بيضحك هنعمل زي قوسين كده. القوسين دول ان البق ده لما اتفرد لم الخدود، يعني لمها كده، فاهم؟ فالقوسين دول لما اجي اعمل واحد قافل بقه بالشكل ده كده، ما ينفعش اعمل قوسين، يعني هو البق اصلا مقفول عادي، انما الاقواس دي معناها ان هو لم الخدود تحتها. تعال نجرب الراجل ده. الراجل ده بيضحك، فهو ايه لم الخدود دي، فالخدود اترفعت لفوق فقفلت شويه على العين. شايف القلبظه دي، الحته المقلبظه دي هي دي الخدود، فاللي باين منها الايه القوس اللي احنا رسمناه ده. لكن هو مقفول، لا مش محتاجين دي. انا بقول لك كلام بسيط جدا. عاوز ترسم بقى شنب، هتخلي الشنب ماشي مع اتجاه الوش، مع اتجاه البق. طب ايه الفرق بين الحواجب والشنب؟ الفرق كده بسرعة. شايف دي الحواجب. الحواجب الشعراية طالعة لفوق، وكل ما بتيجي للأطراف كل ما بايه ما بتصغر. دي الحاجب. طيب بالنسبة للشنب، لا الشنب الشعراية نازلة لتحت. يعني ادي عندي البق اهو، عاوز اعمل بقى شنب. الشنب اتجاهه جاي كده، يعني الاتجاه جاي كده، وكل برضو ما اجي على الاطراف بصغر الشنب شوية، والعكس بقى من الناحية التانية، بس الشعراية نازلة لتحت نازلة لتحت نازلة لتحت. تمام. وغمقها بقى ايه يعني، او تقلها كده في النص شوية بحيث ان يبقى الشنب زي ما انت عاوز. يعني في طرف الشنب خالص لو انا عايز اعمله بقى بالريمة، خليه بقى ايه يعني الاتجاه ده كده والاتجاه كده عادي، بس يعني لافف لفوق. الناس اللي بتعمل شنبها ملفوف لفوق بقى شنب بالريمة ده عارفين الكلام ده كويس. الكلام ده كله بنجيبه منين؟ بنجيبه من الواقع حوالينا، من الناس اللي حوالينا، من الناس اللي عايشة حوالينا، مش بنخترعه، ولا هو نظريات موجودة في كتب لازم تدور عليها الأول. أنا ممكن أعمل لك عليها سبوت بس وأنت تشتغل عليها، لكن مش بخترعها. أنا عاوز أقول لك حاجة كمان، يعني بالنسبة للمناخير، نرجع للمناخير تاني. المناخير مكانها في النص، تمام؟ في ناس بيبقى مناخيرها كبيرة، مناخيرها طويلة، مناخيرها مش عارف ايه. اي مبالغة هترسمها بالنسبة للشخصية اللي انت ترسمها. خلينا ناخد مثال الشخص اللي بالجنب ده. ادي الودن وادي البق وكل حاجة. المناخير انا قلت المناخير هنا، تمام اهي، حلو كده. طب لو انا هبالغ في رسم المناخير، ابالغ زي ما انا عاوز بس مكانها هيبقى زي ما هو. يعني ممكن اجي هنا، شايف المناخير دي، واروح مكبرها جدا بس ترجع لنفس المكان، في النهاية هي مكانها هنا. نجرب تاني. ادي العين وادي المناخير، شفت اطولها خالص وترجع تاني عند مكانها. وكذلك العين، عايز تكبرها جدا كبرها خالص بس تبقى في مكانها، تبقى انت عارف ان مكانها، وتعرف ايه ان هي بنفس الخط اللي بالعرض. في كمان الودان بره. الودان برسمها بطريقه بسيطه جدا. يا اما تعمل بص يعني كانك بتعمل نص دايره كده ونص دايره تانية جواها، تمام؟ وممكن تعمل ايه تقفلها كده بنص دايره صغيره خالص. دي طريقه مبسطه جدا. او ريح دماغك واعملها نص دايره كده، او اعملها زي شايف كده مثلا اللي هي ايه زي علامه استفهام كده، بس مش واقفه بقى تحت، لا ارفعها كمان كده يعني من تحت كده ايه حته صغيره، ونغمق كده جوه بحيث ان هي دي تجويفه كده. طبعا الكلام ده كله له تفاصيل وله شرح علمي، حاجات تانية خالص، علشان بس ما تفكرش ان الموضوع كده بس. تعال الموضوع الاسنان. لو انا عملت بق مفتوح هرسم الاسنان، ما تعملهاش اي خطوط كده وخلاص،
لا، اعمل بس سنتين كده في النص، وسنة هنا وسنة هنا. عندك 4 قواطع قدام، يعني في النص بالظبط في سنتين. الكلام ده احنا جايبينه منين؟ جايبينه برضو من الواقع، وعادي جدا، وكنا اخدنا في العلوم زمان واحنا في ابتدائي او في اعدادي، ان الاسنان عباره عن 4 قواطع، ومن هنا مش عارف الناب والناب، وبعدين مش عارف كان في كام درس هنا وكام درس هنا. فوانا برسم انا محتاج ال4 قواطع بس. تمام. وطبعا الانياب بقى والحاجات دي كلها جوه، والانياب كمان بحتاجها لو انا هرسم مثلا شخصيه شريره او شيطان او غوريلا او غوله او اي حاجه يعني فيها انياب كبيره فيها رعب يعني، ببقى عارف اماكن الانياب فين. شايف ال4 قواطع دول؟ عندي ناب هنا وناب هنا، فممكن اكبرهم من هنا ووسع بقى البق شويه بحيث ان الانياب دي تخوف اكتر. وصلت الفكره؟ بس حبيت يعني افكرك برسم الوش بسرعه كده بالسكتش اللي احنا بنرسمه ده.